أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان. أعود إليكم مرة ثانية هذا اليوم في اللايف الثاني، والذي من خلاله بإذن الله تعالى سنطرح مجموعة من الأسئلة على المدير العام لمراقبة التراب المغربي، ما يوصف في المغرب بالدي اس تي، اللي هو الحموشي. سنطرح عليه بعض الأسئلة على ضوء ما يظهر في كولومبيا غليميم، أو غليميم كولومبيا التي تحولت إلى مرتع للمخدرات. وطبعا نطرح هذه الأسئلة على ضوء هذه المصادرة تقريبا المتتالية لكميات مهمة بالأطنان من المخدرات طبعا التي لا تنتج في المنطقة. هذه الكميات الكبيرة من المخدرات لا تنتج في المنطقة، لا تزرع في المنطقة، وإنما تصل إلى المنطقة، ومعروف أنها تصل من مناطق الإنتاج المتواجدة في الريف بالخصوص. إذن مسافة طويلة جدا من الكيلومترات قبل أن تصل هذه الكمية إلى غليميم كولومبيا. وفجأة الديستي يعني تتوصل إلى مكانها وتحجز عليها، كما يظهر في الصور التي تنتشر بين الفينة والأخرى، من خلال عمليات يقال بأنها بنيت على معلومات دقيقة. هذه المعلومات الدقيقة لا ترصد هذه الكميات خلال رحلتها من الريف إلى كولومبيا غليميم. سبحان الله. شاركوا الفيديو من فضلكم، إذن شاركوا الفيديو وعدلوا جيم للصفحة باش نبداو سريعا في طرح هذه الأسئلة التي تؤرق الجميع، تؤرق كل الذين يهمهم وادنون، لأن اليوم وادنون عاد أخطر من أخطر المناطق في سرقة المال العام، في لصوصية ما يسمون بالمنتخبين، في البلطجية، أعمال البلطجية، في مافيا العقار، وكملت بتهريب المخدرات، سواء شور جزر الكناري أو في اتجاه الجزائر عبر إقليم آس الزاق والمجيبد بالخصوص. يعني هذه المنطقة أو النقطة الحساسة جدا التي يخرج منها أو تخرج منها كميات مهمة من المخدرات في اتجاه الجزائر. إذن نطرح هذه الأسئلة على الحموشي، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يجيبنا، على الرغم أنه هو يملك الإجابات. عنده الإجابات طبعا، ما دام عنده المعلومات الدقيقة فإنه عنده الإجابات. بغينا الحموشي يشرح لنا أولا كيف وصلت هذه الكميات بالأطنان إلى غليميم كولومبيا. يقولنا ما دام عنده المعلومات الدقيقة عن وجود هذه الكميات محفورة في الرملة ومدفونة في الرملة، وما هو فقط في غليميم وإنما كذلك فاخ في النير، يعني فاخ في النير اللي موجود فيها يعني ما شاء الله الأغراض، يعني التلال الرملية اللي تتحرك بفعل الرياح. وما شاء الله لا ديستي تستطيع أن تصل يعني إلى هذه الكميات مدفونة، لا تصل إليها في طريقها اللي فيه الآلاف من الكيلومترات. بغينا نطرح تساؤلات على الحموشي، كيف تصل هذه الكميات، ومن المسؤول عن هذه الكميات في وصولها إلى كولومبيا غليميم. بغينا يقولوا لنا ما داموا كل مرة يعتقلون الناس باسم الإرهاب، وأن لديهم البسيج، وأن لديهم يعني فرق خاصة للتدخل وتقوم بعمليات استباقية وتحجز على المواد المتفجرة وتحجز على ما يسمون بالإرهابيين، وما شاء الله يعني تقوم بعمليات استباقية، وليس حتى عمليات آنية، وإنما عمليات استباقية لما يمكن أن يفكر به هؤلاء الذين يوصفون بالإرهابيين. لماذا هذه العمليات الاستباقية لا تقام ضد من حول مدينة غليميم إلى كولومبيا؟ لماذا هذه العمليات الاستباقية لا تكشف لنا عن الرؤوس الكبيرة التي تهرب هذه الكميات بالأطنان من المخدرات إلى غليميم؟ وسنأتي على من يستقبلها في عين المكان ومن يستقبلها في وادنون.
لا يمكن لهذه الكميات من الأطنان. وعملية البارح واحدة منها ل37 رزمة من الحشيش. 37 رزمة، لا أعرف يعني كم الكمية بالأطنان، ولكن 37 رزمة راهي ما يسأل. وهذه 37 رزمة ما شاء الله، يعني استطاعت هذه لاديستي أن تهتدي إليها في منطقة سيل حيث الخلاء والفيافي، ونطرتها وصورتها واعتقلت ما نعرف شكون. لماذا يعني؟ واش ما من حق الناس تعرف شكون هذو الناس اللي يجيبوا الحشيش الى وادنون؟ واش ما من حق هذو الناس اللي عايشين في وادنون اللي عادوا يتنفسون المخدرات وعادوا يعيشون مع المخدرات، وعاد تجارتهم وأموالهم وشبابهم متخلطين مع المخدرات، أليس من حقهم أن يعرفوا من يأتي بهذه المخدرات إلى قليميم؟ أليس من حقهم على لاديستي التي تحكمهم بقبضة أمنية يعني مشددة وتعرف حركاتهم وسكناتهم، أليس من حقها أن تقدم لهم معلومات عن الذي أغرق قليميم بهذه الكميات من الأطنان من المخدرات؟ أليس من حق أهل وادنون أن يعرفوا من يستقبل هذه السلع في قليميم؟ أليس يعني واش تستحمرون الناس؟ والله كيف أن الناس اللي موجودين في مدينة قليميم وفي وادنون عارفين شكون أصحاب السلعة أو الذين يستقبلون السلعة في وادنون، وأنتم لا تعرفون، اللي عندكم معلومات دقيقة وعندكم حركات وسكنات الناس؟ هذه راه مجموعة من الأسئلة التي خاصكم تجاوبوا عليها، وتجاوبوا عليها بالفعل. وإلا ما جاوبتوا عليها بالفعل وأظهرتوا على أرض الواقع معنا على أنكم مشاركين، هذا اللي يجيب أطنان من المخدرات من الريف إلى قليميم معناه على أنه مشارك ومتخلط مع أجهزة الزريبة. اللي بغى يقول لها دولة يسميها دولة، ولكن هذه راهي ما حال الدولة، هذا راهي ما حال الدولة، ولا يمكن حد يقول عنها دولة إلا حد بالعقل. أنتم سموها الدولة، ولكن راهي ليست دولة، أنا نسميها الزريبة. راه من حق الناس أن يعلموا من يأتي بهذه المخدرات إلى قليميم. الحموشي راه خاص الناس تعرف شكون اللي يجيب هذه المخدرات. الحموشي خاصك تقول لهم شكون هذو الكبار، هذو الشخصيات الكبيرة اللي عندها من الأموال التي تشتري بها الأطنان من المخدرات، واللي تجيبها إلى قليميم في النقل، تأمل لها النقل وتفتح لها الطريق بين الجدارمية والبوليس وكل الأجهزة المخابراتية. راه لا يمكن أن تنقل أطنان من المخدرات من الريف إلى قليميم دون أن تشتري الطريق كاملة. راه هذه هي الأسئلة التي خاصة تنطرح عليكم. أما المسرحيات ديال قبضتوا فلان حتى هويات الأشخاص ما ظهروهم. علاش هذو الأشخاص ما ظهروهم باش نعرفوهم شكون هما؟ علاش هذا اللي اعتقلتوه البارح، والله اللي هاو الأشخاص اللي اعتقلتوه البارح في سيل في نواحي قليميم، على ما تقول على ما من حق الناس تعرف شكون هذو الناس اللي جابوا الحشيش؟ والله هذا الناس هما اللي جابوا الحشيش، هذو اللي نجبر عندهم الأطنان من الحشيش هما اللي جابوا الحشيش، مشاو بوتاتهم بسياراتهم وبكاميوناتهم ومشاو ويشتروا الطريق ويشتروا كيفاش. هذا راه قمة الاستخفاف بعقول الناس. راه قمة الاستخفاف بعقول الناس. راه خاصكم توقفوا عن هذه المسرحيات، بغيتوا تتكلموا فعلا بحقيقة وتقولوا الحقيقة للناس وتخدموا كما يجب، كما تحلوا بعد على الأقل الرواتب اللي تقبضوا في راس الشهر. خاصكم تقولوا للناس الحقيقة وتخدموا على الحقيقة وتنطروا الناس الكبار. تنطروا شكون؟ كل شيء اللي شارك في وصول هذه الأطنان اللي قلنا ديك المرة 90 طن اللي وصلت لقليميم، راهي مدفونة في قليميم في مناطق متفرقة من قليميم. 30 منها راكم انطرتوها دراك، و60 راهي مازالت، يعني الدوبل ديال هذا الشيء اللي انطرتوه مازال راهو مدفون في مناطق مختلفة من قليميم. كيفاش هذه 60 طن كيفاش ندفنت ما في راسكم؟ كيفاش هذه 60 طن ما يفرس جدارمية، ما يفرس البوليس، ما يفرس لا تيستي، ما يفرس لا جيت، ما يفرس الاستعلامات، ما يفرس حد؟ كيفاش هذه 90 طن التي دخلت إلى قليميم ولا حد ما يفرس حد؟ كيفاش؟ راه خاصكم تطرحوا، خاصكم تجيبوا بصراحة. بارك عليكم من المسرحيات، بارك عليكم من المسرحيات. راه خاصكم تعتقلوا الرؤوس الكبيرة المسؤولة عن تجارة المخدرات في المنطقة. راه ما يمكن لواحد خدام عساس، والله واحد خدام عايش في شي خيمة، والله واحد
حمال يرفد هذا الحشيش، يزوزه من الحدود، يكون عنده هذه الأموال كاملة باش يجيب الأطنان من الحشيش. راه اللي يجيب الأطنان من الحشيش عنده الفلوس، راه اللي يجيب هذه الأطنان الكبيرة من الحشيش راه عنده الفلوس، وانتم عارفينه. إلى متى هذه الحماية اللي توفروها للمفسدين النهاب المال العام اللي أصلا متورطين في تهريب المخدرات؟ على أنتم ماك عارفين بأنه بالفقيه عراب الفساد ما هو متورط في المخدرات وهو الرأس الذي يستقبل هذه المخدرات؟ واش انت الحموشي ما في راسك بأن عراب الفساد هو الذي يستقبل هذه الكميات والتي يشرف على وصولها إلى قليمين؟ واش ما في راسك؟ ولا تستغبون ولا تضحكوا علينا وتضحكوا على الآلاف من أهالي المنطقة؟ على ما أنكم عارفين بأن عراب الفساد هو الذي يشرف على وصول هذه الكميات، وهو الذي يشرف شخصيا في السابق على نقلها ووضعها في الزودياقات بالبروتكان وباللباس وبالتري في منطقة الشاطئ الأبيض اللي نديرها في الزودياقات وفي منطقة يفني وصبويا، إلى أن يضعها في الزودياقات قيس الشاطئ الأبيض. ماكم عارفين هذا الشيء، المعلومات الدقيقة لا توفر لكم هذه المعلومات. على ماكم عارفين الشبكة، ما عندكم شي واحدين اختصاصيين في المخدرات، ما عندكم شي فرق خاصة بالمخدرات بتجميع المعلومات ومعرفة الشبكة والريزو وشكون اللي فيه وشكون اللي معاه وشكون اللي هذا. ما عندكم التنصت ما عندكم، ما عندكمش إمكانية التنصت ما عندكم يعني ما عندكم إمكانية التنصت على هواتف هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمنتخبين. ما أنكم عارفين بأنه العراب يستقبل هذه المخدرات في قليمين، وأن الذي يشارك في وصولها محمود عبا الذي أصبح اليوم قيد عندك محمود عبا، سجل عندك وتعالى مرحبا بك، راني ننتظرك هون في باريس انت والعصابة اللي معاك. ألا تعلم الحموشي بأن الذي مسؤول عن نقل هذه الكميات هو محمود عبا في شاحناته اللي تجيب الحجار وتجيب التراب وتجيب اسمه مواد البناء من الزاق ومناسة إلى قليميم، وحينما تقوم بالعودة في العودة إلى نقطة الانطلاق تقوم بنقل هذه الكميات إلى الزاق وإلى أسا. ما يفراسك الحموشي والله الذين وضعتهم في قليميم من ممثلي أجهزتك تورطوا مع هذه الشبكات وأصبحوا يبيعون ويشترون معهم، لدرجة أنه بن حمو اللي معروف واحد من كبار لاديستي أصبح مقيما في قليميم وعطاه العراب الفيلا وعاد ساكن في الفيلا. على ما معروف شكون اللي يوزع هذه الكميات في آسا وفي الزاق ويديهم للمجيبد ويديهم لهيكل المناطق كاملة باش يمرق هاي الكميات شور الجزائر. ما يفراسكم انتم هذا الجيش ديالكم انتم اللي تنفخوا به الشدق، هذا الدرك الحربي والقوات المسلحة الملكية والمعلومات الدقيقة والمخابرات وما نعرفاش أجهزة الرصد وأجهزة يعني هذه الأجهزة التي بإمكانها ديتكت تحركات الناس على المستوى الميدان. ما أعطتكم بأنه راه هذه الشبكة معروفة وبأن هذه الشبكة عادوا عارفينها هقليميم أكثر من لاديستي؟ واش لا يتقنعون انتم مدرك هقليميم بأنها كل هذه الشبكة اللي ذكرنا واللي فيها عناصر أخرى، فيها تحيس، كان فيها مجعاط اللي فار اسمه هو الموريتان، فيها حميد دوش في الشاطئ الابيض، فيها بوحنيني في الطنطان، هذه الشبكه كامله. ما تكلمنا عن وحدين في العيون المحتله، ما تكلمنا عن بوجدور المحتله، ما تكلمنا عن الداخل المحتله. يعني ما شاء الله السياسه مع الحشيش، ما شاء الله السياسه منسجمه مع الحشيش، السياسه راكده مع الحشيش، وتوكل معاه وتشرب معاه وتسافر معاه وتتكلم معاه وتبادل معاه المصالح. السياسة هذه السياسة المخزنية مع الحشيش ما شاء الله سمن على عسل. وتقولوا أن المعلومات الدقيقة، وفين هذه المعلومات الدقيقة من كل هؤلاء الأباطرة؟ كيفاش تعتقلوا عساس في جردة في ضيعة اسمه هو الزعيم في تاغاجيجت،
كيفاش تعتقلوا عساس عنده 7 طن ونص، عساس ما عنده عشاه، عنده 7 طن من الحشيش، تعتقلوه هو وتخلوه مول السلعة، وتخلوا اللي يستقبل السلعة. وحتى لما يعتقل هذاك اللي استقبل السلعة اللي هو الزعيم ويبات في الحراسة النظرية، تحرك التليفونات والضغوطات، وهون الوكيل العام والرباط ولا ديستي ما شاء الله تبارك الله عليكم، خدامين عبنيتكم ما شاء الله في تخليص المجرمين من السجون، والدراويش تطحنهم بسرعة البرق. هذه الضيعة اللي وجدت فيها 7 طن ونص، فين هو هذاك مولاها اللي أصلا استقبل هذه الكمية؟ واش تظنون الناس أغبياء ولا شنو؟ تظنون بأن الناس دايرين القرون والله؟ يعني ما اعتقلتوا ولا واحد من هؤلاء، حتى واحد من هذه المجموعة معروف شكون اللي يستقبل الحشيش، ومعروف منين يخزن الحشيش، ومعروف شكون اللي يهرب الحشيش، ومعروف الشبكات البلطجية التي تحمي مهربي الحشيش، ومعروف شكون اللي يسرق المال العام، ومعروف شكون اللي يسرق التراب، ومعروف شكون اللي يدمر شباب المنطقة، ومعروف شكون اللي يقتل عباد الله، ومعروف شكون الذي يضع السياسة على هواه، ومعروف شكون الذي يقرصن المجالس الجهوية والمجالس البلدية، معروف، ولا يتكلم مع أحد، ولا يدخل ضمن المعلومات الدقيقة التي تؤدي بصاحبها إلى السجن. هذه المعلومات الدقيقة لا يمكنك أن تستمر في استغباء الناس. استغباء الناس يؤدي إلى الكارثة. كونوا مرة واحدة في حياتكم كونوا على قدر المسؤولية، مرة واحدة في الحياة. أنا عارفكم بأنكم لستوا على قدر المسؤولية، لأن كل شيء مخترق عندكم، كل شيء مبيوع، كل شيء ما كان. الحشيش الله يحفظ الحشيش، تظنون بأنه زعما حينما تراكمون الأموال والملايير من الحشيش راكم زعما راكم درتوا شي فايدة، وراكم زعما تقدمتوا باقتصاد البلاد، وانتم راه تدخلوا الحرام ليأكل الحرام الحلال، وفي النهاية يستمر الحرام. هو الحرام شنو عطاكم؟ اشنو عطاكم؟ راه عندكم المؤسسات كاملة غير بحال الهياكل العظمية، بحال الهياكل العظمية ديال واحد فيه سرطان ولا فيه شي مرض بقى له السكوليت واقف. راه المغرب كامل بقى فيه غير السكوليت. لماذا؟ لأنكم خلطوا الحرام مع الحلال، وجبتوا عزكم الله ولاد الحرام، وسمحوا لي على هذا المصطلح، وأعطيتوهم يسيروا ولاد الحلال، وأعطيتهم يأكلوا أموال ولاد الحلال، ويأكلوا مستقبل ولاد الحلال. وأصبح كل ما يوجد في الزريبة راكم عارفين منين كاين، وراكم عارفين مستواه شنو، وعارفين طينته شنهي، وعارفين مضمونه شنو. ولهذا راكم ماشيين للهاوية. راهو خاطر ترقعوا في هذاك الشيء حتى تعياو، راهو خاطر ترقعوا فيه لين تعياو. راكم تجاوزتم الحدود. الشباب البطالة، شباب يسند الحيوط، لا خدمة لا مستقبل لا ولا 0.0001 من الأمل، لا وجود للأمل عند الشباب. ولا ما سلك من هذا الشيء يطيح في شبح المخدرات. زعما هذاك اليوم اللي بغى يستغنى في المنطقة عنده 2 مسائل: يا إما أنه يدخل هذا الشيء ديال الصفقات وحتى هو يعود مع السراريك ومع الشفارة الذين الكاملة، ويدخل حتى هو ويشد معاهم المشاريع ويبزنس معاهم ويدور معاهم، يشد معاهم مشروع 200 مليون وهو لا ينقام عليه ب50 مليون، وهذيك 150 مليون يقسمها مع هذوك اللي عطاوه المشروع. وعاد أصبح عرف، هذا أصبح عرف وأصبح قاعدة يسير عليها العمل المؤسساتي في المنطقة، إن صح هذا التعبير، مش من العمل العصاباتي، ما بعيد فيه العمل المؤسساتي، لا وجود للعمل المؤسساتي. والله إلا ما بغيت تخدم في هذا الشيء وبغيت كذلك تراكم ثروة بسرعة، ادخل مع أصحاب المخدرات وستصبح ثريا بسرعة البرق، وتعود عندك الوتة والثنتين والثلاثة والأربعة والوتات والفيلات والديار والسيارات والسفريات والفلوس بالخنش
والبلطجيه عندك، واللي تكلم تبطوه، واللي تكلم تقتلوه، واللي تكلم اللي تصيفطوه للحبس، ولا كاع جاب الله واحد منهم من دوك الصغار ديال المهربين دخل الحبس كيف ما قالوا لي. واحد كان في الحبس ديال يتملول، كان معطيله التليفون من داخل الحبس يسير شبكات تهريب المخدرات. الزبير الخيالي، ونقولها ونكررها، الزبير الخيالي كان في غرفته في ايت ملول يسير شبكات التهريب من داخل السجن بتعليمات طبعا مصالح التامك، وبحمايه من عراب الفساد، وبمشاركه من لاديستي هذه اللي تضحك علينا اليوم تقول لك يعود مقبوض على تهريب المخدرات، والله يعود مشارك في تهريب المخدرات، ويعود يسير شبكات تهريب المخدرات من داخل السجن. واحد تنعطى له الحماية حتى داخل السجن حتى يسير تجارته بكل أريحية. وتقولوا للناس راه عندنا دولة. فين هي الدولة؟ هذه مقومات الدولة، هذه علامات الدولة، هذا التصرف علامات الدولة، علامات بأنه هذه مؤسسة سجنية. هذه ليست مؤسسة سجنية، هذه مؤسسة تابعة للعصابة وتسير بمنطق العصابة. شنو هو؟ المهم كاع ماشي مشكل، بغينا حنا كاع هذا الشعب هذا اللي يحل فمه ويقول لك راه خاصكم تتابعوا اصحاب المخدرات وخاصكم تحاربوا المخدرات. احنا نمشوا معاه ماشي مشكل، نعدلوا واحد المسرحيه، نقبضوا واحد الشخص ونعرضوه على المحكمه، ونعطوا التعليمات للقضاة ويعطوه الحكم اللي بغينا، ونشوفوا له الاستئناف، ونشوفوا له في محكمة النقد وكل شيء مشري ما شاء الله وما كاين غير الملايين. كيف ما البشير حمامة اللي شاري 200 مليون، شاري حكمه الاستئنافي 200 مليون. 200 مليون، علاه يعطي 200 مليون إذا كان بريئا؟ يلا نسوقوا البشير حمامة الذي كان سمسارا لعرب الفساد في المحاكم، علاه يشتري الحكم القضائي الاستئنافي في أكادير ب 200 مليون إذا كان بريئا؟ علاه يشتريه؟ علاه يعطي فيه 200 مليون؟ وعلى هذا القاضي يقبض 200 مليون، ولا رئيس محكمة الاستئناف بأكادير الجعفري يقبض حتى هو 200 مليون، مع القضاة الفسد المجرمون الذين يحكمون سارق الدجاجة نفسه؟ علاه يقبض 200 مليون إذا كان هذا الشخص بريئا؟ علاه ما يعطيه البراءة بلا ما يقبض 200 مليون؟ في نظركم لماذا أعطى 200 مليون البشير حمامة؟ علاه أعطى 200 مليون؟ أعطى 200 مليون لأنه متورط، لأنه متهم، لأن كل الأفعال التي وردت في الشريط في التسجيل الصوتي المسرع حقيقية. واشترى الحكم بوساطة من عراب الفساد الذي لا يدخل ضمن المعلومات الدقيقة للحموشي. هذه المعلومات الدقيقة تستثني هذه، ونحن نعطوها لكم، هي راه أكثر من مدققة. سمسار بالفقي شاري الحكم الاستئنافي بأكادير اللي كان أثلت سنوات وأصبح البراءة، شاريه 200 مليون. وبعد حصوله على البراءة جاء مسرعا إلى قليمين في سيارته وقاس محلين تجاريين، شرف منهم المسك وتاي وملاهم إلى الفم. شو كم اللي خسر في هذاك الشيء، وداه يوزعه على قضاة صاحبي الجلالة الدجاجة، صاحب الدجاجة. هذا صاحب الدجاجة الذي يسلط قضاته على الأحرار ويحمي عن طريق قضاته يحمي اللصوص والمزورين والمتهمين. حمامة جا قليمين ومشى وعمر والتوب نتاي والمسك واسمه لي كادو، ورجع يدور مع القضاة في أكادير. ما شاء الله يا القضاء، ما شاء الله، القضاء العادي، القضاء أمير المؤمنين. ولم يحدث لا زلزال ولا محاكمة، ولا حتى مع اعتراف الجعفري نفسه بأنه عنده علاقة مع عراب الفساد لم يحاسب، من قالوا له لا اسمه، ولا نطروا له الملفات القديمة التي حاكم لفائدة العراب فيها، واللي هي ما شاء الله حدث ولا حرج. راه انتهى زمن التستر على هذه الجرائم، انتهى زمن التستر على هذه الجرائم. إذا كنتم تستطيعون كتم الأصوات في المنطقة وتستطيعون بأنكم تمنعوا وصول المعلومة، والله اللي عنده المعلومة ما يقد ينشرها، فنحن الحمد لله موجودين في دولة الحق والقانون، دولة الحق والقانون. اللي واخا يجي واحد منهم يهددنا هون، والله يمشي يدير دعوة، والله يدير اللي يبغى يدير 10 دعوات،
ولكن هنا قضاء ما شاء الله بالشرع، يقبض وقته في قراءة كل شيء ويحكم بالعدل. وسيذهبون خاسئين من فرنسا هؤلاء كل المجرمين الذين يسرقون أموالكم ويخلصوا المحاميين ظنا منهم بزعما راهم لا يسكتون. نحن راهم صافي لا تخلعنا شكاية ولا ثنتين صافي لا نقفلوا هذا الفيسبوك ونقولوا لا خلوهم مسكينين يسرقوا، ما شاء الله خلوهم، فإنهم يعني موجودين عند أمير المؤمنين ويفعلون ما يشاءون، الحمد لله كل شيء متحكم فيه. ولكن هون ما تقدروا تحكموا فينا. وهذه الصفحة ما فعلتم ومهما يعني حاربتموها ومهما شوهتوا ومهما يعني ما فعلتم من التبليغات ومهما استطعتوا الوصول إلى البنك وكل شيء ذلك، ايش حصل لكم في النهاية؟ ايش حصل لكم؟ منعتمونا من وصول المعلومة إلى الناس. منعتم الحقيقة أن تصل إلى الناس، الحقيقة إنها يعني تقيسكم لقلبكم ولم تستطيعوا الوصول إلى مصادر معلوماتنا. ياك احنا نتكلم أمام تشكيل عصابي، لأن حينما نقول العراب ونقول رشيد التامك ونقول محمود عبا ونقول تحيس ونقول اسمه هو بحنيني ونقول بتباعة ونقول فلان فإننا أمام تشكيل عصابي بعيد عليه السياسة. حاشا تكون هذه هي السياسة. هذا هو نوع من اللصوص الذين صنعهم المخزن وينتسبون إلى المخزن وجاءوا للمحاكمة باسم المخزن، فمرحبا بهم في محاكمة عادلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسيعودون خاسئين بإذن الله تعالى. إذن بارك من تضحكوا على الناس، بارك من تضحكوا على الناس، بارك من كل مرة ترسلون الشرطة المقنعة والديستي وكذا وتهتدون إلى الكميات مخدرات في الرملة. ما شاء الله عندكم شي GPS يكتشف من موجودة هذه المخدرات. عندكم هذا الGPS يستطيع الوصول إلى المخدرات وهي مخبأة في الرمال، ولا يستطيع أن يتتبع هذه الكميات بالأطنان اللي جاية تتكركب من مناطق الإنتاج إلى قليميم كولومبيا. وتعرفون بأنهم يعني تعرفون أماكن تواجدها، ولكن لا تعرفون من أتى بها، شكون هم اللي جابوها، شكون هذا الأباطرة اللي جابوها. أراكم والله إنكم مسخرة حقيقة، إنكم أجهزة مسخرة، أجهزة مضحكة في الحقيقة. تظنون بأنكم تضحكوا على الناس، ولكن الناس راهي عارفة الحقيقة. راكم تضحكوا على واحد النسبة قليلة من المغاربة اللي مصدقينكم بأنه راه كاين وكاين وكاين. أما الجميع راه عارفكم، راه عارف شكون اللي جايب الأطنان من المخدرات القليميم في كولومبيا، وعارف شكون اللي شاري الأجهزة، وعارف شكون اللي يحمي هذه الكميات، وعارف شكون اللي يقبض نصيبه منها. ورا مات لحد دارق عليه شيء، مات لحد خافي عليه الحقيقة، وعلى معروف شكون اللي يجيب المخدرات. ولكن ما عندكم النية لمحاكمته، وما عندكم النية لكشف حقيقته، وما عندكم النية لمحاسبته ووضعه في السجون كما يوضع المجرمون. لماذا؟ لأنكم مشاركين معه، لأنكم قابضين النصيب، لأنكم المخير فيكم إذا ما عاد قابض شيء جايتوا التعليمات الفوقية بأن العراب خلوه، العراب ما كان معاه كلام، العراب تموا فرشوا له الطريق ونشروا له الزرابي وخلوه، انتو حطوا له المصاصه يتم يمصها، حطوه المصاصه ديال المال العام خلوه يمصها كيف ما يبغي، وخلوا له فتحوا له الطريق، وخلوا سلعته الزوز، وخلوا سلعته الى كاع اقصى ما يعدوا واحد المسرحيه ويقول راك قبضنا طن و10 و5 و3 و4 ومثلوا على عباد الله واعتقلوا شي واحد وخطوه في الحراسه النظريه واحد نهارين ولا 3، ورحنا نقضوا غرض بالتليفونات ولا يخرج يرجع الى اهله سالما غانما، وحنا رانا قاضي الغرض. شكون اللي يحاسبنا في هذه الزريبه؟ شكون اليوم اللي قد يحاسب هؤلاء التجار؟ يلا قولوا لي، راه لا يمكن نتكلموا عن شي دوله. انا اللي نفهم اللي نعرف لما نقول دوله، لما نقول فرنسا ولا نقول اسبانيا ولا نقول امريكا ولا نقول ايطاليا ولا نقول دوله فيها ناس، حتى كان فيها الفساد، حتى إذا كان فيها اختراق الأجهزة، حتى إذا كان فيها تواطؤ الأجهزة، حتى إذا كانت فيها الرشوة،
كاين واحد المستوى اللي يحسن في كل شيء، ينظف، مهمته ينظف. واش نتوما زريبه ما فيها لا نظافه، ما فيها لا غربال، ما فيها ولا شيء، وانتم زريبه مفتوحه على مصراعيها للفساد، وانتم زريبه ما تحاكم ولا واحد من المختلسين المال العام، وانتم زريبه لا تحاكموا تجار المخدرات، وانتم زريبه يعني ما هي قد ما هي حاقره لا على الدراويش مسكينين فين ما يكتب واحد التدوين تجوا توقفوا عليه. زريبة بجلالة قدرها، بكثرة أجهزتها، تبارك الله بالإمكانيات اللي عندهم، بالتنصت، بكل التجاوزات الغير قانونية، حاقرين على المدونين في الفيسبوك، حاقرين على الفيسبوكيين الذين يتحدثون عن الفساد، أو ماكم قادين تعتقلوا شكون الأباطرة. نعطوكم أساميهم، أنتم راهو عندكم أساميهم، عندكم سيرة حياتهم كامل، عندكم الإمكانية تتنصتون عليهم ليلا نهارا وستسمعون العجب وأنتم سامعي العجب، ولكن لا تتدخلون. قليميم مشات الله يرحمها، قليميم خاصكم تسموها قليميم المحتلة، خاصكم تسموها ابتداء من اليوم، خاصكم تقولوا لها قليميم المحتلة. راهي ما هي قليميم، هذه ما هي قليميم اللي نعرفه، هذه قليميم ما تلاو يعرفوها أهلها الحقيقيين، ما تلاو يعرفوها، عاد محتلة من طرف المخدرات، عاد مقلوعة من الناس. اللي لا ما بغيت سرقة. عندك الانتخابات اللي هي على مقاس المخزن، شنو هي؟ اللي شراء الأصوات. الطنطان الله يرحمه، الطنطان راكم عارفين شكون يتحكم فيه وشكون شكون فيه، النزهاء الشرفاء، الشرفة تبارك الله، الشرفة، ولاد الخيام الكبارات يا للأسف، ولاد الخيام الكبارات عاد من كبار المهربين، كلها كرشو تبارك الله، فايتو عند عاصرة بولت الوتة، يركب في الوتة، مناش من المخدرات، مناش من عرق الجبين، من عرق الجبين. قضوا شويه اللي في النير مصيبه كحله. تقيسوا العيون، رانا عطيناكم العيون المحتله، رانا عطيناكم الاسماء والشبكات والدارك وتورط الدارك واخف النير وسيد الغازي في بوجدور المحتل، والمرصى راكم عارفين مرصى المحتله العيون مصيبه كحله، الداخل المحتله كارثه، السماره المحتله كارثه. اذا اين هو عندكم انتم هذه النزاهه والشفافيه ودوله الحق والقانون؟ فين هي؟ نعتوها لنا، فين كاينه؟ رانا ما لقيناها. رانا في هذه الرحله التي نقوم بها واللي هي بشكل يومي لتتبع المعلومات ولتتبع الملفات، لم نجد دوله الحق والقانون، لم نجد حتى دوله. اعطونا الدوله اين هي؟ سرقها شي واحد، داها شي واحد، قولوها لنا، كونوا صريحين معنا وصريحين مع الناس. سرقت من الدولة، كانت عندنا دولة ولكن ما بيدرك ما عندنا دولة، عندنا تشكيل عصابي موجود على أرض الواقع، والأجهزة اللي أصلا تسمى أجهزة تابعة للدولة بين قوسين عاد خدامة عند مهربي المخدرات ومشتركة معهم في تهريب المخدرات، والسلام عليكم. ونسموكم شيء اسم آخر، وحشومة تمو تقولوا المملكة الشريفة. راح حشومة تمو تقولوا المملكة الشريفة، منين جاها الشرف؟ الشرف ما يخلط مع الحشيش، الشرف ما يخلط مع سرقة المال العام. الحشيش المملكة الشريفة والله الشرف ما يخلط مع هذه الأفعال. الشرف راه معروف شنو هو الشرف. قاعدين المملكة الشريفة تبارك الله الشريف إنه من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيع الحشيش، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأفعال الدنيئة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدور به الشلاه بيه والسراري، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ورعيته تموت جوعا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتري فنادق في باريس مطلة على توريفيل بملايين الأورو، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزقنن به هؤلاء اللي تشوفوهم اليوم، اللي يسموا رؤوسهم احنا سياسيين ومنتخبين. منتخبين فاش؟ شكون اللي انتخبكم؟ انتخبتكم وفلوسكم راهي ماهي فلوسكم، المخير فيكم جا راه الجوع من الدار اللي كان فيها والله من القريه اللي كان فيها، ومازال راه الجوع، واخا عنده الملاير راه الجوع. الا بغى يعشي لا سراري كيفو، اصل ما يعشي الفقراء والدراويش.
الى عاد لا يعشي اللصوص اللي بحالو، ويعيط اللصوص اللي معاه من الاجهزه ومن الوالي ومن قائد الدرك ومن كذا، يتعشاو عنده اللص حدا خوه. اما الدراويش ما معشيهم. اذا عن اي انتخابات تتكلمون؟ واش بغيت تقنعونا بانه كاين انتخابات في المغرب؟ راه لا وجود الانتخابات في المغرب. وانا راه مالي يحكي لي حد قصه الانتخابات في المغرب، راني عاشرتها، راني من الالفينات وانا حاضر الانتخابات، من مطلع الالفينات. احنا اليوم في 2020 راهي 20 سنه وانا اشاهد كيف تسمى الانتخابات في المغرب وكيف يتم الانتخاب في المغرب. راه ما كاين غير البيع والشراء، راه مخير ينفق مليار، مليارين، 300 مليار، 3 مليار، 3 ملاير، 700 مليون، 600 مليون من اجل شراء الاكباش. اذا على اي انتخابات؟ فين هي هذه الانتخابات؟ كاين واحد يقول لهم ايوا انتم، قال لهم دجاجته ايوا لا تضعوا على راسكم الفساد. ما شاء الله البريء، انت بريء من الفساد، انت راه هو راس الفساد. انت لو كنت ما نقابل الفساد على راسك ما يكون الفساد في قليمين في كولومبيا، وما يعود الفساد في العيون المحتلة، وما يعود الفساد في الرباط، ولا يعود الفساد في طنجة، ولا يعود الفساد في كل مكان من المغرب، لأنك قبلت على راسك الفساد. إذا قال لك لا تضع على رأسكم فسادا، تضحك على الناس. كيفاش مسكين هذو المواطنين المغاربة عندهم شي حرية اختيار، عندهم شي طريقة يقدوا ينتخبوا بها الناس اللي نزهاء. الداخلية لا تسمح بأي شيء. الداخلية تسمح بتزوير الانتخابات، وتشارك في تزوير الانتخابات، وتشرف على تزوير الانتخابات، وتحارب كل من يريد أن ينتخب بطريقة نزيهة وشفافة. وهذه الحقيقة. قال لك الانتخابات ولا تضعوا على رأسكم. كيف؟ شكون اللي وضع على عراب الفساد؟ شكون وضعه على رأس أهل وادنون؟ شكون وضعته؟ النزاهة والشفافية، وضعه هو برنامجه الانتخابي، وضعته كفاءته ولا شهادته العلمية. شكون اللي وضع رشيد التامك على رأس آسا؟ شكون؟ نزاهته وكفاءته وشهادته. والناس كان يصور اسمه تظاهرات الجبهة في فاسا، كان ما عنده عشاه، اليوم أصبح يتقلب في الملايير. شكون اللي انتخب مولود حميد؟ انتخبه برنامجه الانتخابي في الزاك. عنده شي كفاءة ليسير بلدية الزاك؟ حنين شكون اللي انتخبه على رئيس جماعة بن خليل؟ كفاءته، نزاهته. سالك بولون في الطنطان، شكون اللي انتخبه ليكون على رأس المجلس الإقليمي؟ نزاهته وشفافيته. هو اللي كان يمسي يبيع الزرع في رحبة الزرع في الطنطان، ما كان عنده عشاه، اليوم عاد يتكلف الملايير. عاد تقريبا عن شركته هي الرقم 1 في النقل الطرقي في المغرب. مناش؟ من الزرع، من رحبة الزرع. وهذه المعلومات الدقيقة لا تصلكم أنتم راديستي الحموشي. هذه المعلومات ليست لديك أنت، هذه المعلومات عن هؤلاء الأشخاص. عندكم غير الناس مساكين اللي مساكن يكتبونها في الفيسبوك. إذن هذه هي الحقيقة، ونحن نطرح هذه الأسئلة لنعلم بأنهم عندهم الأجوبة، حتى وإن لم نطرح الأسئلة عندهم الأجوبة، ولكن يحتفظون بالأجوبة. وليس من مصلحتهم أن يكشفوا عن الأجوبة، وليس من مصلحتهم أن يعتقلوا العراب، لأنه إذا اعتقلوا العراب سيعتقلون أيضا مسؤولين في الديستي. إذا اعتقلوا العراب سيعتقلون مسؤولين في الديستي، وهذوك المسؤولين في الديستي سيقولون بأنهم تلقوا التعليمات من الشخص الفلاني المسؤول في الديستي. وإذا اعتقلوا العراب سيقول لهم بأنه راه مسؤول معايا القائد الدرك الفلاني، وهذاك القائد اللي في الدرك الفلاني يقول لهم بأنه جاتني تعليمات من مسؤولية في الدرك الهلكي في الرباط، وهكذا وهكذا وهكذا، لأن كل شيء متورط. إذن كفوا واحشموا على أعراضكم، ولا تموا تقولوا عندكم دولة. احشموا على أعراضكم وتموا لا تقولوا عندكم دولة. قولوا احنا عندنا تشكيل عصابي، احنا خاصكم تبدلوا هذيك المملكة الشريفة، ديروا تشكيل عصابي. احنا عندنا التشكيل العصابي، احنا عصابات صافي. ولاش شكون اللي يحاسبكم؟ راه ما كاين اللي يحاسبكم في الزريبة يفعلوا فيها ما تشاءون. شكون اللي يحاسبكم؟ اللي يحاسبكم القضاء.
لا يحاسب النبوي. عبد النبوي حتى راسه ما هو ضامنه، حتى راسه ما هو ضامنه على رأس النيابة العامة، لأن اللي وضعوا على رأس النيابة العامة راه ما عرفش شكون اللي وضعوا على رأس النيابة العامة. راه اللي وضعوا على رأس النيابة العامة هي الأجهزة الفاسدة اللي تقرر في كل شيء، والتي تقيل الشرفاء وتنتقم من الشرفاء وتبعد الشرفاء عن مواقع المسؤولية من أجل أن يصل إليها من لا يستحقون. تحياتي لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر.